ناس كتير عمالين يقولوا لي اتكلم عن الثانويه، اتكلم عن الثانويه، عايزين نصيحه عن الثانويه، نصيحه عن الثانويه. قلت لكم مش هعرف ادي نصيحه عن الثانويه، قلت لي ادي نصيحه عن الثانويه. عملت فيديو عايزين برضو نصايح تاني، فالفيديو ده هكلمكم فيه عن الثانويه العامه. هحكي لكم قصتي في الثانويه العامه من اول ما بدات لحد ما خلصت الثانويه. فاعمل لايك الجميل واعمل سبسكرايب وروح هات كوبايه شاي بقى واقعد عشان الموضوع هيطول معانا. بص يا معلم، في البدايه اجيب لكم بقى القصه من الاول خالص. انا في ثالثه اعدادي كنت بلعب بابجي. كنت عارف بابجي وبلعبها، بس الفتره اللي كنت انا مدمن فيها بابجي كنت بلعب بابجي بشكل مجنون. دي فتره ثالثه اعدادي للاسف. فجيت في الترم الاول ده انا ما كنتش بذاكر، كنت بصحى العب بابجي انام، اصحى العب بابجي انام، اروح الدرس اجي ارمي الكتب العب بابجي، اروح الدرس اجي بابجي بس. لدرجه ان اهلي جالهم عقده من بابجي بسببي وبسبب اللي انا بعمله. فجيت في الترم الاول ده لقيت مجموعي يعني يعتبر 50% في الترم الاول، يعني زي ما يكونوا هما اللي منجحيني. فجيت بقى كده جات لي لحظه ادراك، طب هو ده كله عشان بابجي؟ انت ما بتذاكرش ليه؟ وايه المجموع اللي انت جايبه ده؟ انت كده مش هتدخل ثانويه ولا هتدخل اي حاجه. جيت بقى في الترم التاني ده انا حرفيا كلت الكتب، كلت الكتب عشان خاطر اجيب مجموع واعرف اخش الثانويه. والحمد لله جبت مجموع. كان يعني انا تقريبا كنت داخل الثانويه دي بسبب المذاكره اللي انا ذاكرتها في الترم الثاني، لان انا المجموع بتاع الترم الاول ده ما كانش دخلني حاجه. في الترم الثاني ده انا يعتبر كنت جايب فيه ممتاز لو هيسيبوا الترم ده لوحده. المهم نجحت الحمد لله، وجالي احباط. جالي احباط وكنت مكتئب رغم ان انا كنت جايب مجموع الثانويه العامه وعادي وادخلها. بس انا من النوع اللي هو ايه، طب يعني عايز مجموع عالي. دخلت الثانويه العامه، بس بقى بعد ايه، انا كنت حاطط في دماغي ان هو خلاص بقى كده التعليم خلاص مش مكمل تعليم، مع ان انا جايب مجموع الثانويه. بس انا بني ادم، انا بني ادم غتت لازم اجيب المجموع اللي في دماغي. جيت بقى دخلت الثانويه العامه. دخلت سنه اولى دي انا كنت داخلها واخدها جد، يعني تقريبا انا الوحيد في الثانويه العامه، مش انا الوحيد يعني، 3 4 يتعدوا على الصوابع اللي هم الناس اللي كانوا داخلين الثانويه جد. فانا دخلت الثانويه العامه دي في البدايه كده، انا دخلت كنت داخل متحمس، انا بص انا هدخل هكسر الدنيا. فكنت بذاكر عربي انجليزي كيمياء فيزياء احياء فلسفه بتاع ده اللي هو مش علم نفس، هي الفلسفه تقريبا، اصلا علم علوم مش فاكر، تاريخ جغرافيا فرنساوي. كان التسع مواد كنت بذاكرهم، كنت ما كنتش عاتق حاجه حرفيا، كنت انا داخل الطالب الدحيح. جيت في الرياضه دي ليا معاها ذكرى مع الاستاذ الجميل مستر احمد فتحي، اللي عمري ما هنساه. يعني الاستاذ اللي ربنا يخليه لنا يا رب، مع اني علم علوم بس هو مدرس رياضه وانا بحبه. جيت بقى هو اللي حببني في الرياضه. كان عندي عقده من الرياضه ما كنتش بحبها خالص، فهو حببني في الرياضه ان انا اروح، انا عايز اشوف المدرس، عايز اقعد معاه، انا عايز اشوفه هو بيشرح. فانا اتعلمت يعني بقيت ممتاز في الرياضه لدرجه عاليه. وللاسف يعني كنت عامل جروب لناس صحابي على اساس ان احنا هنقعد بقى في الجروب ده هنشارك مع بعض الاسئله، واللي واقف قدامه سؤال يقوله. فاصحابي بقى ايه، جم مره تجيب مره لحد ما ايه بقوا هم يسيبوني انزل الواجب ويقوموا واخدينه وكاتبينه. انا بنزله على اساس ان احنا نتشارك الاراء، لا هم بقى خدوا الواجب ويكتبوه ويروحوا الدرس بقى من غير ما يعملوا حاجه. فالاستاذ بقى عرف موضوع الجروب ده وعمل لي حوار بقى في الدرس. ما علينا. احب اشكرك يا استاذ احمد فتحي، لان انت يعني كنت انت اللي فكيت لي العقده النفسيه اللي كانت عندي في الرياضه. المهم جيت في سنه اولى ثانوي دي الترم الاول انا كنت واكل الكتب وكنت ما شاء الله على المجموع بتاعي. الترم الثاني ده بقى عارف انت لما العزيمه بتاعتك تقل شويه اللي هو انا تعبت. فمن هنا بقى نتعلم درس انك ما تدخلش حاجه تطلع فيها طاقتك كلها، وزع الطاقه بتاعتك. طبيعي انك يوم تكون فوق ويوم تحت، يوم تكون انت شاطر ويوم تكون انت مثلا حاجه فاتت منك، فده شيء طبيعي. مش لازم تكون انت الشخص اللي كده، انت كل بني ادم له طاقه. ولازم تكون عارف قدر نفسك، ما تتعبش نفسك، ما تجهدش نفسك. انا بحكي لك الحكايه من اول اولى لحد ثالثه عشان ايا كان عمرك الثانويه العامه دي بالنسبه لك هتكون عارف انت تتحكم فيها ازاي. بلاش تدي مجهود وبلاش برضه ان هو تريح، انت خليك ماشي بين البنين، ماشي اللي هو. فالمهم ان انت تكون ماشي موزع الطاقه بتاعتك على اليوم بتاعك، او على اليوم ايه، على السنه بتاعتك. اللي هو اتعامل باسلوب متوسط، اللي هو اتعامل باسلوب متوسط بس مش تكون متوسط.
خليك طالب متميز، بس اتعامل بطاقتك العاديه، ما تديش فوق طاقتك، عشان هتيجي مثلا هتتعب بعدين. هتيجي مثلا ممكن تكون الطاقه بتاعتك شغاله اول شهر اول شهرين، تيجي بعد كده خالص بقى، واللي انت كنت في الشهرين دول ذاكرتهم هتنساهم. ذاكرت في اول شهر فيه، وجيت بعد كده ريحت، ريحت خالص. جيت بقى بس الحمد لله بقى ربنا عدها على خير. وجيت برضو في تانية ثانوي. تانية ثانوي دي الصراحه انا حكيت لكم قبل كده، انا كنت واخد تانية ثانوي دي كبريك بين اولى وتالتة، اللي هو انا اولى فصلتني خالص، فانا قلت بقى ايه، انا لازم اخدها بريك وابدا جد في تالتة ثانوي. محدش يعمل، ما انا ما بقيتش ان حد يعمل كده، لان انا ندمت في تالتة، ندمت في تالتة على اللي فاتني في تانية. فقلت بقى ايه، طب ما اوفر الفلوس بتاعت الدروس واوفر واعمل واروح اشتغل. وطلعت اشتغلت وربنا رزقني بقى والحمد لله. جيت في ثالثه ثانوي بقى. ثالثه ثانوي دي اللي انا كنت بادئها وانا حاسس ان انا فاهم فيها كل حاجه. ثالثه ثانوي دي هتاخدك سليم، تاخدك لحم وترجعك عظم. انا مش انا عارف ان انا ما بيبانش عليا، انا في ثالثه مش عارف، الناس بتقول ان انا ما بيبانش عليك، مع ان انا عادي يعني. يبان عليا ولا ما يبانش؟ اكتبوا لي في الكومنتات. فجيت انا ثالثه ثانوي دي كنت واخدها جد بقى، ده انا كنت باخد في الاحياء درسين، وفي الفيزياء درسين، وفي الكيمياء درسين، وفي مش درسين اللي هو كده، لا انا بقى كنت بعمل ايه، درس باخده في السنتر، والدرس ده انا كنت باخده على اليوتيوب. تمام، ودي اكبر مشكله انا عملتها، مع انها فادتني بس كانت اكبر مشكله عملتها. عارف ليه؟ لان انا لما اخد درس مثلا زي الاحياء كنت باخد لها على اليوتيوب وفي السنتر. صحيح اليوتيوب كان بيسندني في السنتر يخلي مستواي متميز، الاحياء سهله، ليه اخد فيها درسين واضيع في الوقت؟ جيت بعد كده بقى اكتشفت ان انا يعني الماده اللي انا باخد فيها درسين بضيع فيها وقت زياده عن اللازم. انا مثلا باخد الفيزياء كنت باخد فيها درسين، الكيمياء درسين، الانجليزي درسين، لا الانجليزي كنت باخد فيه درس واحد، الاحياء كنت باخد فيها درسين، العربي كنت باخد فيه درسين، كل حاجه درسين درسين درسين، لدرجه ان انا كنت مضغوط جدا، اليوم بتاعي مشغول، اللي هو انت بتصحى تذاكر تنام، تصحى تذاكر تنام. اه صحيح كنت ببقى افضي شويه وقت العب فيه، بس كنت دايما كده كنت مضغوط طول السنه، سنه كامله مضغوط. فجيت بقى في اخر السنه، تمام، انا العزيمه بتاعتي ما قلتش، انا العزيمه بتاعتي كانت بتنزل وتعلى تنزل، كنت فاهم قدري، اللي هو فاهم انا بعمل ايه. فجيت بقى في اخر السنه عملت ايه، قعدت من السناتر ورحت اخدت الدروس بتاعتي، كانت كلها اونلاين، كلها اشتركت في المنصات وقعدت بقى ايه اونلاين. وهقول لكم على المشكله الكبيره اللي حصلت عندي بالذات في ماده الكيمياء. جيت في شهر 8 رحت عند مدرس معين بدون ذكر اسماء. جيت في شهر 10 في نص 9 يعني غيرت المدرس، رحت عند مدرس تاني. جيت بقى في شهر 12 في نص 12 رحت عند مدرس تاني. المدرس الاخير ده ربنا يخليه لنا، مستر محمد، هو اللي فك لي عقده الكيمياء اللي كانت جايه لي بسبب المدرسين التانيين، اللي انا كنت بدخل دروس اروح للمدرس ده اروح للمدرس ده. فدي غلطه يا ريت محدش يقع فيها، انك تغير كذا مدرس، اثبت على مدرس. انت عندك الماده دي هتبدا فيها اخرك شهر 8 بقى تبدل فيه مدرسين، بالكتير شهر 9 عشان تعرف ان انت تنظم نفسك. هتيجي بعدين يعني هتلاقي رجلك غرست كده مش هتعرف تطلع نفسك، فلازم ان انت تنتبه لنفسك. جيت انا بقى في اخر السنه، اخر 3 شهور دول كنت باخد دروس اونلاين، كنت حرفيا اخر 3 شهور دول حابس نفسي في البيت، ما بعملش حاجه غير ان انا بذاكر. صحابي بيسالوا عليا انت فين، انا مش موجود، انا اعتبروني انتهيت من الدنيا، ماليش دعوه بحد، قاعد بذاكر بعمل. بس الحمد لله بقى الارزاق والمجموع والنتيجه دي حاجه كلها بتاعت ربنا، انت مش مطالب غير بالسعي، انت تعمل اللي عليك وبس، النتيجه بتاعتك هتجيلك سواء غشيت او ما غشيتش، فما تغشش، يعني الغش ملوش اي لازمه، النتيجه بتاعتك جايه لك كده كده. انت ممكن مثلا شخص غشيت، تمام، جبت مجموع عالي، ما علينا، هو نصيبك ومجموعك العالي ده هيجيلك. انت ما غشيتش وجبت مجموعك العالي، طب جبته ازاي وانا ما غشيتش وما ذاكرت؟ ممكن تكون هبت في الامتحان، اه والله ممكن تكون هبت في الامتحان وجبت مجموع عالي. فبرضه ما تغشش، كده كده مجموعك هيجيلك، لان انت لو غشيت وجبت مجموع قليل هتبقى خسرت دنيا واخره، فبلاش تغش يعني. فبس كده الفيديو بتاعي خلص. انا كنت بحكي لكم بس حكايتي في الثانويه العامه اللي يا ريت، وبقول لكم برضو الاخطاء بتاعتي، ويا رب ما اكون نسيت حاجه، لان انا دايما وانا بمنتج الفيديو بفتكر حاجات انا ما كنتش قلتها. فلو وصلت للحظه دي ما تنساش تصلي على النبي وتدعي لاخواتنا في فلسطين، ولو مش مقاطع خلي عندك دم مقاطع. وعشان اتاكد انك وصلت للحظه دي هتكتب لي في الكومنتات كله بيسال مصطفى بيعمل ايه، ما حدش بيسال مصطفى عامل ايه. ونسيت اقول لكم حاجه، ده اول فيديو من سلسله الاسبوع المميز، لان الاسبوع المميز ده انا هعمل فيه ايه، كل يوم فيديو لحد اخر الاسبوع، ولحد ما الريتش بتاعي يرجع تاني. لو لقيت الريتش رجع في الاسبوع ده هبتدي ان انا افكر في موضوع الاسبوع المميز ده تاني، وممكن اعمل لكم الاسبوع المميز ده كتير كتير بقى. وسلسله تقييم المواهب بقى ممكن ازود منها، فاستعدوا لسلسله تقييم المواهب. اول ما يوصل عندي عدد الناس اللي بعتين لي مواهب ل10 او اكتر هبتدي ان انا اعمل الفيديو. اما دلوقتي انا اللي بعت لي 5 او 6 انفار، فلما العدد يزيد يوصل 10 او اكتر هبتدي بقى ان انا ايه، اعمل السلسله بتاعه تقييم المواهب.
وهتشوفوا بقى معايا بقى ايه، هجيب لكم صحابي ونبتدي ان احنا نغير حبه، تلاقي السيت اب كده حبه غير، يعني هتلاقي حاجات مختلفه كل شويه، هجننكم معايا. فبس كده، ما تنساش تعمل اللايك الجميل والسبسكرايب والشير واللايك وكل حاجه، وتفعل الجرس على